إن العفو من سمة العظماء والكرماء، وأنا أقف بحضرة أساتذتي ومن هو أكبر مني سنا وعلما، وربما أسهب حديث أو يرتفع لي صوت، فرجائي أن تصفحوا وتعفوا عني وأنتم أهلا للعفو والتسامح. فإن أحببتم أن نبتدئ بحفلنا التأبيني هذا الذي يقيمه مركز فتية أهل البيت عليهم السلام الثقافي، وبالتعاون مع رابطة شعراء ورواديد الكفل، ترحما على روح المرحوم الفقيد الشيخ الشاب مصطفى الزهيري. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين أبي الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على واللعن الدام على أعدائهم أبد الآبدين. أيها الجمع الكريم وكل حسب مقامه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء بمنهاج حفلنا التأبيني هذا ومن عبق القرآن الكريم، نرسل هدية إلى من اجتمعنا لأجله ولأمواتكم جميعا، سورة المباركة الفاتحة مسبوقة معطرة بذكر محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليكم جميعا، أحسن الله عليكم، رحم الله عليكم، رحم الله الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. الحمد لله القديم قبل الإحياء والآخر بعد انتهاء الأشياء، إلها فردا أحدا صمدا ونحن له عابدون. سمك السماء بعلم واقتدار، ودحى الأرض لعلة واعتبار. عظيما جبار واحدا قهار، ومن آياته السحب المدرار وتعاقب الليل والنهار. خلق الكون بأفلاك معلومة، وسن نظامه بخطة مرسومة. والصلاة والسلام على خير الخلق وأفضلهم خلقا وخلقا، رسول الله الصادق الأمين، شمس الله الذي أشرقت به الأرض وأخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور. والسلام على أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأولى الموحدين، علي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. روي عن الإمام الحسين عليه السلام إنه قال: خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة. ونحن اليوم نقيم حفلنا التأبيني هذا عرفانا ومودة لروح سامية جميلة معطاءة غابت وما غابت عنا. فالبشر يفنى أما الذكريات فتبقى عالقة الروح والقلب. ما أصعب الفراق